أهلا بيكم متابعين قناة حكاية ميرو في حكاية جديدة وحلقة جديدة. الحلقة دي جايين نتكلم عن الفنانة هالة صدقي. فازت الفنانة هالة صدقي بجائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية في حفل الموريكس عن دورها في مسلسل جعفر العمدة اللي اتقدم في موسم رمضان 2023. وقالت الفنانة هالة صدقي على هامش تكريمها في حفل الموريكس إنها سعيدة بتكريمها في حفل الموريكس في لبنان، مشيرة إنها بتهدي تكريمها لأولادها ولوالدتها، معلقة: تكريمي في الموريكس دور مش ليا لوحدي، لأ لمصر كمان، وأهدي تكريمي لوالدتي اللي كنت أتمنى تشوفني النهاردة ولولادي اللي بيدفعوا تمن مهنتنا وساعات العمل الطويلة. وكمان تحدثت هالة صدقي عن تكريمها اليوم في حفل الموريكس دور 2023 وحصولها على جائزة أحسن ممثلة عربية عن دورها في مسلسل جعفر العمدة، حيث قالت هالة صدقي على هامش حفل الموريكس دور: الجائزة مهمة وتعتبر تقدير معنوي، وبتشعر ان الناس بتقول ليك ان انت ماشي على الخط المظبوط، واللي بكون سعيدة بيه اكتر ويهمني هو جائزة الجمهور. وأضافت هالة صدقي: جعفر العمدة على التيك توك حقق 4 مليون مشاهدة، وده رقم مش قليل وما حصلش في تاريخ الدراما، وبفرح بتكريم الناس ليا، وإني آخد تكريم برا مصر فده يعتبر مش ليا بس ولكن لمصر، وأي ممثلة مصرية بتحصد جائزة دولية عربية ده مسؤولية كبيرة عليها. كده الحكاية بتاعتنا هتكون خلصت. أتمنى منك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو انت لسه جديد عشان يوصلك كل جديد.